كاس افريقيا راه كنتوا عارفين شكون اللي كان المنافس تاعنا في التنظيم، ومنذ ذلك الحين وهو تيحاول جاهدا انه يبين اننا ما قادرينش، وعدم جاهزيه الملاعب وكل نهار كيجبدوا شي تصاور، حتى ملي شفنا الملعب نتاع مولاي عبد الله قال لك اودي سي دي فوتوشوب. دابا نعرفوا ونتكلموا بالوضوح تام وتطور النقاش حتى وصلنا ودي غادي نقاطعوا واحد اللاعبين، وهذوك اللاعبين راه ولادنا. حنا الفريق الوطني اللي تكلمتوا عليه راه واحد من ايت بوكماز، واحد من الخميسات. علاش نقاطعوا هاد الدراري؟ اش دار لنا حكيمي باش نقاطعوه؟ حكيمي ولد القصر الكبير، ولكن راه من تتكون الامور غير موضوعيه ولا تنبني على اسس راه تتنكسر في الحين. انا نقول لك اليوم كاس افريقيا تعطات 500 الف فنايدي، فيها اكثر من الثلث جايين من برا، وخصنا نستغلوا كاس افريقيا باش يكونوا عندنا جوج د المواسم السياحيه الموسم المقبل ان شاء الله، يكون عندنا واحد في ديسمبر وجونفي، ونستقبلوا المئات الالاف والمليون اللي غيجينا من برا، ونستافدوا اقتصاديا، وتستافد مراكش، وتستافد الصناعه التقليديه. هذا هو استثمار الفرص، ومن بعد يجي يكون عندنا الموسم الصيفي. هذا هو الواقع اليوم. الواقع اليوم هو التذاكر تاع الفريق الوطني سولد اوت من بعد ساعه العرض نتاع البيع. اش من مقاطعه، اش من نقاش، عن ماذا نتحدث؟ بالعكس، خصنا جميع كل واحد من موقعه نرسلوا الرسائل الايجابيه لهؤلاء الشباب اللي يخصهم يقلبوا على واحد الكاس ما شفناهاش من 1976 اللي سميتها كاس افريقيا للامم.